مرحبا والسلام عليكم اخواني واخواتي الكرام. مرحبا بكم في جديد على قناه يوز اش اكس. اليوم غادي نهضروا على واحد الكتاب فلسفي اللي كيحاول يغير تفكيرنا على المجتمع، اللي هو الطريق الى اللامكان ديال ميشيل فوغو. هذا الكتاب كيقدم تحليل عميق للسلطه والمعرفه وكيفاش هادشي كيأثر علينا في الحياه اليوميه ديالنا. فوغو كيطرح افكار كيخلينا نتسائلوا كيفاش كنعيشوا في مجتمع عامر بالسلطه ومعرفتها. اول حاجه كيبين لنا فوغو ان السلطه والمعرفه ماشي شي حاجات كيكونوا مفارقين، لكن هما مرتبطين بزاف مع بعضياتهم. فوغو كيقول ان المعرفه اللي كنكتسبوها من المجتمع فهي في الغالب وسيله للسيطره. ثاني كيفاش المجتمعات والمدارس والمستشفيات يديروا تنظيم للناس باش يتبعوهم وكيحطوهم في اطارات محدده. فوغو كيتساءل اش من نوع من المعرفه اللي كنقولوا عليها صحيحه، واش فعلا عندنا حريه في اختياراتنا. واحد من الافكار القويه ديال فوغو هي ان السلطه ماشي في المجتمعات الكبرى، هي موجوده في كل مكان في حياتنا. فوغو كيقول ان السلطه قد تنتشر في المجتمع بشكل خفي وكتعيش معنا في كل تصرفاتنا، من المدارس اللي كتفرض القوانين على التلاميذ حتى الشارع اللي كينظم فيه السير، المستشفيات اللي كتفرض كيفاش خصك تعيش باش تكون صحي. السلطه ماشي شي حاجه اللي غادي تلقاها في مكتب، ولكن هي منتشره في كل مكان وكتاثر على القرارات ديالنا اليوميه. فوغو كيدير واحد النقد عميق للانظمه الاجتماعيه اللي كتعطي كل واحد هويه خاصه. فوغو كيقول ان المجتمعات كيحدونا باش نكونوا حاجات معينه، الهويه ديالنا كيتم التصنيف ديالها حسب المعايير الاجتماعيه، مثلا كيفاش كيتحدد الناس على حسب الجنس واللون ولا حتى الميولات الجنسيه. كل هذه الاشياء كيتم تصنيفها على حسب النظام الاجتماعي اللي كيفرض علينا كيفاش نكونوا. فوغو كيقول ان المجتمعات ديما كيحاصرونا في اطارات، ولكن كيعتقد ان كل واحد فينا كيقدر يهرب من هذه الانظمه. الطريق الى اللامكان فوغو كيعتبرها هي الطريقه اللي خاصك تمشي فيها باش تخرج من هذه الاطارات المفروضه عليك، وكيقول ما تخليش المجتمعات تفرض عليك شي هويه جاهزه، حاول تكون حر افكارك وافعالك. فوغو في هذا الكتاب كيحاول يخلينا نفكروا في المجتمع بواحد الطريقه مختلفه، كيخلينا نشكوا في كل شيء، كيفاش السلطه كتشتغل وشنو هي الحدود اللي كتحددنا وكيفاش نقدروا نخرجوا من هذه القيود. الا فايت قريت هذا الكتاب او عندك شي افكار عليه حاول تخلينا في الكومونتير، ما تنساش تبارطاجي مع صحابك وتخلي معك واحد لايك وتابونا في القناه، وما تنساش خليك ديما مفكر حر.